السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على الباك جراوند، وقلنا إن أول حاجة أقدر أتكلم عليها الباك جراوند كلر، ولو أنا عايز أعمل خلفية بلون. طب لو أنا عايز أعمل الباك جراوند بتاعتي كصورة، بدل باك جراوند كلر هروح أقول له كده باك جراوند ايمج. احنا طبعا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على اللون فكنا بنيجي جنب الكالر هنا ونكتب الفاليو بتاعتنا هي عباره عن لون، وطبعا اللون ده زي ما قلنا نقدر نكتبه باي طريقه، طريقه الاكساديسيمال، طريقه اللون باسمه، طريقه الار جي بي، ايا كانت الطريقه. النهارده بنتكلم على الباك جراوند ايمج، صوره انا عايز احط الباك جراوند بتاعتي كصوره. هاجي هنا الفاليو يبقى شكلها عامل ازاي؟ هكتب كده URL اللي هو المسار بتاع الصوره، وابتدي احط هنا الباث او المسار بتاع الصورة بتاعي. يبقى هنا كده هحط الباث او المسار بتاع الصورة اللي انا عايزها. طب تعالوا نجرب مع بعض. طيب هرجع تاني كده. احنا قلنا المرة اللي فاتت انك لو عايز تعمل كومنت على اي تنسيق CSS بروح اعمل كده سلاش استريكس، بعد كده استريكس سلاش. طبعا لو رحت عملت سيف ورجعت على الموقع بتاعي عملت ريفرش هلاقي كده ان التنسيق اختفى. النهارده زي ما قلنا عايز اتكلم على الباك جراوند، ولكن الباك جراوند ايمج. هروح قايله كده باك جراوند ايمج URL، وابتدي ان انا احط المسار بتاعي. السؤال بقى هكتب المسار ازاي؟ لو تفتكروا في ال HTML احنا دايما كنا بنقول المسار بيبتدي من اول المكان اللي انا بكتب فيه. انت هنا بتكتب فين؟ انا هنا بكتب في ستايل. فين ستايل دي؟ ستايل ده موجود جوه فولدر CSS، والايمج بتاعتي موجوده في الفولدر الخاص بايمجز دي. يبقى انا هنا يبقى لازم علشان اروح لفولدر ايمجز لازم الاول اعمل باك. الباك دي ازاي تتكتب؟ بروح اعمل كده نقطتين وبعد كده سلاش، كده انا عملت باك. بعد كده الصوره موجوده فين؟ الصوره موجوده جوه فولدر ايمجز، يبقى اروح اقول له كده images سلاش. يبقى انا كده قلت له هتحرك الاول ازاي من الملف اللي انا بكتب فيه؟ هتحرك الاول هعمل باك، بعد كده هدخل على فولدر ايمجز، بعد كده جيب بقى الباك جراوند اللي انت عايزها. وليكن الباك جراوند اللي انا عايزها مثلا اللي هي بي جي ديزرت دي. طيب هروح اجيب كده اسمها، الاسم والاكستنشن او الامتداد بتاعها. يبقى انا هروح كده اقول له سلاش bgdesert.jpg. يبقى انا كده قلت له باك جراوند ايمج، عايز الخلفيه بتاعتي صوره، المسار بتاعها موجود في باك ايمجز bgdesert.jpg. هعمل سيف، هرجع على الموقع بتاعي اعمل ريفرش، هلاقي زي ما انتم شايفين كده ادي الباك جراوند ايمج بتاعتي زي ما انتم شايفين. يبقى انا كده النهارده نجحت في ان انا اقدر اعمل باك جراوند بصوره مش بلون. طبعا زي ما احنا عملنا للبادي تقدر تعمل باك جراوند ايمج لاي عنصر. يعني ممكن برضو اجي للكونتنت هنا اللي هو مين الكونتنت ده؟ اللي هو الباراجراف. ممكن اروح جاي هنا برضو واقول له باك جراوند ايمج وابتدي احط الصوره اللي انا عايزها. واصله كده يا جماعه؟ يبقى باك جراوند ايمج او باك جراوند كلر هي ما تمش احتكارها للبادي بس، لاي عنصر جوه ال HTML اقدر اعمل له باك جراوند كلر، اقدر اعمل له باك جراوند ايمج. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهارده. اتمنى ان السيشن تكون كانت سهله وبسيطه. لو حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا في انك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وانا دايما موجود عشان اجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم، كنت انا معاكم امير فاروق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.